مشكلة ثبات الوزن في الدايت من ضمن أسبابه احتباس السوائل في الجسم، واللي بيكون بسبب قلة شرب المية. ده اتكلمت عنه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، ممكن تدخل وتشوفه تعرف تفاصيل أكتر. لكن المرة دي هقول لك على سبب تاني مختلف لاحتباس السوائل في الجسم، وهو زيادة كمية الكربوهيدرات في أكلك باستمرار وبكميات كبيرة. الكربوهيدرات بعد ما بتاكلها وبتتهضم، في جزء منها بيتحول لجلايكوجين عشان يتخزن في الجسم في الكبد والعضلات. الجلايكوجين ده الواحد جرام منه بيمسك معاه 4 جرام ميه، فبالظبط تقدر تعتبر ان الجلايكوجين ده عامل زي الاسفنج، بيمسك معاه ميه علشان يتخزن في العضلات او الكبد. فلما انت بتاكل كربوهيدرات كتير وباستمرار وما بتعملش قصاد كده رياضه تبذل فيها المجهود يحرق الكربوهيدرات اللي انت اكلتها او اللي هو الجلايكوجين ده، بيفضل جسمك محتفظ بالجلايكوجين ده بالميه اللي معاه، وده بيخلي شكلك منفوخ شويه ووزنك زايد. عشان كده لما بتعمل دايت كويس وبتبدا تقلل شويه كميه الكربوهيدرات ومعاها مجهود بتعمله، بتلاقي وزنك نزل شويه بسرعه. ده بسبب ان جسمك نزل شويه ميه زياده بسبب الجلايكوجين اللي كان متخزن فيه. ما تنساش تعمل فولو علشان تعرف بقيه اسباب ثبات الوزن. انا احمد، مدرب لياقه وتغذيه. تابعني عشان اشاركك بمعلومات وخبرات مش كتير بيتكلم عنها.